جائزة جوي أوردز، أهم جائزة بالعالم، سيطروا عليها المبدعين سوريين بمختلف المجالات. المبدعين سوريين، في عنا مبدعين سورية، سعودية، مصرية، ومختلف المجالات أيضا عربية. بس المبدعين السورية رجل مش بس تأقلموا، سيطروا على الحفل. ولو سيطروا على الحفل في عنا 5 ربحين سورية غير المشتركين الباقيين ما عدا هيدا الشخص. هلا بقولوا عنه سوري، بس ما بعرف اذا سوري مزبوط ولا لا، لانه مش واقف مع شعبه وتعرض لكتير مواقف صعبة بهاللحظة. انرفع قدامه علم الثورة وقاعد ضايع يمين شمال. وايضا ما ننسى سامر اسماعيل تفوق عليه وطلع حكى عن سوريا وياسر العظمة، وكل واحد فيهم ألقى كلمة حلوة للشعب السوري. هلا حاليا من بعد ما رجعت سوريا، من بعد ما راح الألم وراح الإجرام، إلا هو طلع لك بالبودكاست قبل بليلة عم ينتقد الشعب وعم ينتقد المراسلين، عم ينتقد. يا أخي أنت شو جابك؟ أنت شو جابك؟ المهم هيدا سؤال مهم وصلني يا جماعة. ليه ما جيت على الحفل من بعد ما كان اسمك مرشح من أول 50 شخص؟ والله يا جماعة شوفوا، أنا اسمي كان مرشح وكان فيني روح، بس يا جماعة وصلنا خبر إنه جورجينا ما رايحة، وبالفعل ما راحت، فكمان هيك اعتذرت من الحفل وما جيت. مين هي جورجينا؟ قصدي عن جورج. أنا بضل على جورجينا أوقات. جورج. المهم أخذنا جائزة أفضل صانع محتوى بالعالم العربي للرياضة، وهذا الشيء بكفي بوقفه يا جماعة. وإن شاء الله السنة الجاي بنروح على جوي أوورد وبنبيض بوشكم، وألف مبروك اللي ربح وهارد لك اللي خسر، ونشوف جورجينا نرجع السنة الجاي إن شاء الله. خمستك